من ضمن خناقاتنا وصراعاتنا كلنا، انا من حقي اخرج وارجع براحتي، انا من حقي البس اللبس الفلاني، انا من حقي يكون عندي انا ومن حقي كبيره. امتى يكون الحق مشروع وامتى احنا بندلع زياده؟ طيب الوزن انا بحس انا وهو لازم نفضل في المعادله. يعني انت من حقك تروح المشوار ده، بس لازم ترجع في ميعاد معين، لان انا بعد كده هقلق. انا فانا كبرت. دايما اقول كده، احنا عايشين في بيت واحد، فكلنا حريتنا بتقف لما حريه اللي جنبي تبتدي. فانا دايما واخده بالي من اللي جنبي. انا موافقه انك تخرج، انا اوريدي ضغط على نفسي، موافقه على ميعاد 12 عشان النهارده حفله، لكن بعد كده انا هبتدي اقلق وهبقى متخوفه. فانا مش عايزه اديك حقوق تيجي عليا، انا دايما بخلي بالي مني. حقك تعبر عن نفسك، بس مش من حقك تتطول عليا، لانه انت كده مش بتحترمني وانا بتضايق، فانت كده بتجرحني، بتكسر حدودي. بس حقك تعبر عن نفسك، لكن ما ينفعش تيجي عليا. من حقك تقول انا عايز كل الحاجات دي، وانا من حقي اشوف الميزانية ليك ولاخواتك وليا والبابا وللسفر والبيت والمدارس هتناسب ايه، وهحط لك لو انا شايفة ده. من حقك ان ده مصروفك فتجيب بيه اللي انت عايزه، ما اقدرش اتكلم فيها. ما اقدرش اقول بس ايه، بس احنا محتاجين فلوس للكتب او لا ده كتير قوي تحطه في البلاي ستيشن، لا مش من حقي، خلاص ده بس مصروفك. في الحاجات المشروعه يعني. مصروفك انت بقالك فتره بتحوش، عايز ده تجيبه، حتى لو انا شايفه انه لا انا يعني ما احطش الرقم ده في ده، ماليش دعوه، ده مصروف. طبعا اكيد مش هيحطهم في حلويات، يعني مش هنحطه في حاجه تضرنا، بس لو عايز يحطه في حاجه بقاله فتره قايل لا لنفسه ومحوش، انا معاه. ايه تاني؟ من حقه يصاحب اللي هو عايزه، بس من غير ما يضر نفسه، لانه احنا مش بيعلموا عادات سيئه. لان انا برضو ليا دور، وانا مش هبقى كأم موافقه ان هو يضر نفسه. فكأني عايزه اقول انا بظبطها علينا، على انه حقك، بس لازم في محيط العيله، بس ما كل واحد من حقه يعمل كل حاجه، بس من غير ما يأذي الاخر. ولاننا في علاقه فبيحكمنا حاجات كتيره مع بعض، ولان انا الام واللي انا اللي بقول، فانا محتاجه وبرجع ساعات كتير قوي بتزنق، ده بيتي وده اللي انا موافقه عليه وده اللي لازم يتعمل، اردت او لم ترد. يعني وانا بواجه اي مشكله مع المراهق باكد له ان انا بحبه، يعني مهم قوي ان انا اقول له ان انا بحبك وان انا بعمل كده علشانك، بس الحياه فيها يعني عايزه اقول مكسب وخساره. هتختار الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها خير وبركه، مش هتختار هيبقى فيه عواقب. فدايما انا بقول كده، ده رولز وحاجات انا موافقه عليها وبقنعه لانها بتاثر عليا، لكن في الاخر بقول ما التزمتش بميعاد الرجوع مش هتخرج الاسبوع الجاي، ما التزمتش بمذاكرتك هنشيل الاجهزه. يعني كاني عايزه اقول بفهم، بدي مساحه، بنبه، لكن في عواقب تساعده انه يوقف هذا التصرف.